السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو نزلته من 4 شهور. بجد انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، بس عدم ظهوري او نزول فيديوهات علشان بجد الواحد تعب من اليوتيوب ومن افعاله فينا، وكمان مفيش تفاعل ولا في يعني اقول لكم ايه، الحمد لله على كل حال. فعشان كده كان عندي شوية اكتئاب كده وشوية احباط، فكنت ايه، عازلة نفسي شوية عن العالم الخارجي. طبعا في اول فيديو شفتوا شكل المطبخ كان عامل ازاي، ولا يسر عدو ولا حبيب بجد حاجة يعني. الله يكون في عوننا جميعا. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك عليكم وعلينا، امين يا رب العالمين. دلوقتي بقى هنعملوا ايه؟ هنغسلوا المواعين. المواعين اللي قلت لكم قبل كده مليون مرة ان هي بتتكاثر زيها زي الغسيل بالظبط، طول ما في ربنا يا رب يبارك لنا في أولادنا وفي بيوتنا ويحفظهم يا رب من أي حاجة مش كويسة. طبعا لازم يبقى في مواعين وغسيل، يا رب يديمها علينا نعمة يا رب. دلوقتي بقى هنغسل الكوبايات بقى والاطباق والمعالق وكله كده، يلا ايه يعني كله ورا بعضه كده، بسرعة 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 بسرعة. طبعا انا مجرية الفيديو عشان بس ما تملوش مني طبعا انا مش هيرو يعني السرعة الرهيبة دي، لا، هو كل واحدة واحدة يعني. ربنا يا رب يدينا جميعا العافية والصحة. دلوقتي بقى بعد ما غسلت المواعين، انا خلصت كميه كتيره لوحدي، وجبت حاجات بسيطه بس ايه كده معاكم، عشان ما زي ما قلت لكم ما تملوش مني وتفوتوا الفيديو وتسرعوه بسرعه بسرعه بسرعه. انا عارفه طبعا متابعيني حبايبي، ربنا يخليهم لي يا رب ويديمهم نعمه في حياتي. دلوقتي بقى وانا كنت يعني شغاله في المطبخ، رحت حاطه دوره غسيل ابيض. بصوا يا جماعه، الليدر ده تحفه، عليه 20 جرام زياده، ريحته جميله جدا، ده للابيض والالوان. الكيسه ب2 جنيه، طبعا ده بديل الاريال عشان احنا عاملين مقاطعه طبعا. ده كوريكس الوان، بجيبه سايب كده من عند بتاع المنظفات، حلو جدا جدا جدا. بعمل بقى مده النقع 10 دقايق، عندك 10 دقايق او 20 دقيقه او 30 او 40، بس بجد مدة النقع دي بتخلي الغسيل بيطلع نضيف عما بتغسليه، بس كده ايه، دورة سريعة. دلوقتي بقى ايه رأيكم؟ استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ بصوا بقى، شفتوا المطبخ كان عامل ازاي؟ انا خلصته كله كده واحدة واحدة طبعا وبهدوء. ولازم ترتبي هتعملي ايه الاول، وبعد كده تشوفي ايه دنيتك علشان ما تصربعيش نفسك. بريك ده يا جماعة، كوفي بريك ده وهم وهم وهم، طبعا بديل كوفي ميكس برضو عشان مقاطعة، 2 في 1، تحفة، طعم جميل جدا. وبجد لازم اروق بقى على نفسي بعد المجهود اللي عملته، وبجد بيظبط دماغي، يعني دماغي ببقى عندي صداع جامد بجد، بشربه بيوديني في حتة تانية خالص. بقولكم ما تنسوش اللايك يا احلى واغلى متابعين على قلبي. جينا بقى خلصنا دورة الغسيل، طبعا هننشروها زي ما قلت لكم من الغسيل. ربنا يبارك يا رب في اولادنا وفي بيوتنا، يعني هو والمواعين ودوركم بتتكاثر. طبعا برضو التنشير مش بسرعة كده، انا مجريه الفيديو ها عشان ما تحسبونيش بقى ان انا ما شاء الله يعني هيرو بقى بنشر ايه يعني، بنشر في اقل من الثانيه. لا يا جماعه، برضو بنشر طبيعي جدا واحده واحده. بس طبعا احنا بنجروا الفيديو علشان انتوا ما تملوش، بس ايه مني وتتضايقوا من الروتين بتاعي. بس هو روتين والله خفيف، وحبيت ارجع لكم بروتين كده يعني بسيط، علشان زي ما قلت لكم الواحد بجد ما بقاش عنده طاقة ولا شغف لأي حاجة. بجد ادعولي يا جماعة، يعني دعوة الغريب بجد ربنا بيستجاب لها. ادعولي يعني، فأنا فأشد الاحتياج للدعوات دي، لأن بجد الواحد الطاقة عنده رايحة خالص، ومفيش شغف ومفيش يعني معرفش اقول لكم ايه. الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ويا رب يجيب لكم دايما الخير. دلوقتي بقى بصوا بصوا، الجو كان جميل جدا، بصوا السما صافية ازاي، حلوة قوي 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 قوي. دلوقتي بقى حان وقت الغداء، مش حان وقت التذوق زي ما بيقول عصاميات، بجد يعني فيديوهاته جميلة جدا. هو عندنا برضو هنا من اسكندرية. اعمل بقى النهاردة كفتة ومكرونة بالصلصة. جبت بصلتين كده بيض. بقول لكم ان الكبه دي كنوت حلوه جدا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، 500 واط، بسم الله ما شاء الله. انا كنت عامله عنها ريفيو على القناه، حلوه جدا جدا جدا. دلوقتي بصوا، جبت بصلتين كده صغيرين او وسط يعني، بصل ابيض، وفرمته في الكبه. وهنشوفوا مع بعض هنعمله ايه. بصوا والله فرمه البصل حلو جدا.
جبت الطماطم بقى عشان اعمل صلصة المكرونة. الطماطم طبعا دايما يعني تقل قوي يا اما تزيد قوي. دلوقتي تقريبا انا كان تقريبا ابني جايبها لي كيلو ربع ب15 جنيه. يعني بصوا يعني يعني حمرا على الاصفر يعني ما وناشفه. بس طبعا قلت اعملها للمكرونه، اعملها صلصه. عشان ايه ما كانش عندي في الفريزر، انا كنت شايله في الفريزر بس ايه كله الحمد لله خلاص. فقلت اعمل بقى ايه من اللي هي الطازه دي. بصوا بقى الجمال. طبعا انا سلقت المكرونه مع حالي، يعني المكرونه مع شويه ميه على نقطه زيت على شويه ملح، فمش محتاجه ان انا اجيبها معاكم. نفس الحاله اللي سلقت فيها المكرونه هي اللي هنعمل فيها صلصه المكرونه. هنجيب شويه زيت صغيرين، اي ماده دهنيه عندك انت بتفضليها، انا بحط شويه زيت صغيرين. وهاخد كده نص معلقه من البصل اللي انا فرمته للكفته، اللحمه المفرومه يعني، او ما يديني لون كده ذهبي هنزل بيه فصين توم مفرومين. أنا طبعا عاملاه مفروم جاهز في الفريزر، فحته قطعه صغيره كده. اول ما اشم ريحه التوم يا جماعه مش عايزاه يحمر، هنزل بيه عصير الطماطم. ما يعني اول ما تشم ريحه التوم معاكي هتنزلي بقى بعصير الطماطم، انزلي بقى بالبهارات بتاعتك، ملح، احط شوية كزبرة. بجد بتودي الصلصة في حتة تانية خالص، ايا كان بقى صلصة الكشري او صلصة المكرونة. وفلفل اسود، وهحط بابريكا، وهحط تاني شطة. حطي بقى شطة على قد ما انت بتحبيها، عايز تحبيها سبايسي قوي زودي في الشطة. انا حطيت حبة صغيرين. وحطيت خل هاينز. خل هاينز ده قوي جدا جدا جدا، يعني بنعمله بيه السلطة، بجد بيحرق لي زوري. شوية سكر، كنت جايبة السكر اللي هو ابو الهول ده، ابني كان جابولي كان ب35 جنيه. مش عارفة اسعار السكر بجد اوفر قوي. فحطيت حبة طبعا عشان بتعادل الحموضة، طبعا احنا عارفين الكلام ده انا مش هقوله لكم. وحطيت شوية زعتر. وخلاص كده خلصنا صلصة المكرونة. هقفل بقى ايه، اغطي عليها واسيبها براحتها. دلوقتي بقى جبت ربع كيلو من اللحمة المفرومة. احنا عندنا هنا الجزار بيبيعها في ربع ب75 وربع ب55. دي ام 55 بصراحة. جبتها ربع كيلو، واحط عليها بقية بقى البصل اللي احنا فرمينه في الكبة. وبهارات يا جماعة للكفتة فلفل اسود ملح فقط لا غير، ما بحطش اي بهارات تانية. انا بحب قوي 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 بهارات الكفتة تبقى كده. لو عندك بقى شوية بقدونس يا سلام يا سيدي على الجمال، بجد بتودي الكفتة في حتة تانية خالص. بقول لكم انا طبعا غاسلة ايدي، انا طبعا فل شمعة منورة. انا بغسل في ايدي في اليوم 600 الف مرة، بجد والله عندي وسواس في حكاية غسيل الايدي. غسله ايدي كويس جدا. فقلت بقى ايه اعمل اللحمه المفرومه، ادمجها بقى مع البصل والملح والفلفل. ودلوقتي بقى هي هكورها. طبعا الربع لو انت هتكوريه كور كبيره هيديكي 8. انا طبعا كورته كور صغيره كده، اداني 14 واحده طبعا عشان يكفينا. آه بس كده انا بقى ايه بعملها كده مدوره، بتطلع حلوه. عايزه تعمليها صوابع تصبعيها براحتك برضه. طبعا انا هاخدها مش هعملها على طول، انا هحطها في التلاجة تشد شوية علشان لما تيجي تحطيها على النار ما تفرولش معاكي. بجد دي معلومة كويسة جدا. حطيها الاول في التلاجة يعني تمسك معاكي شوية كده وتشد، وبعد كده تطلعيها على يعني تطلعيها تحطي المادة الدهنية بتاعتك، وبعد كده حطيها على النار. انا بقى طلعتها دلوقتي اهو من التلاجة، يعني نص ساعة ساعة الا ربع بالكتير. حطيت المادة الدهنية بتاعتي. دي سمنة كريستال يا جماعة اللي هي الجديدة النيوزيلندي دي، جميلة جدا مش وحشة حلوة. خلاص كده حطيتها على النار، هسيبها ما تقلبهاش غير لما تاخد لون احمر من تحت. لو قلبتيها على طول هتفرول معاكي. برضو بقولك ما تنسيش اللايك، برضو برزل عليكم معلش. دلوقتي بقى خلاص عملت المكرونة بالصلصة وعملت الكفتة. اشوفكم على خير يا احلى متابعين. ومع